اعتماد الكلي على مجهود خالد قمر وكراسان حربه. هو ده يعني لو اتمنعت الكره توصل الاثنين دول هتلاقي فرقه الاتحاد مش متواجده في الملعب خالص، لكن هم الاثنين دول مدين شكل لنادي الاتحاد خلال 45 دقيقه. الكره بتوصل لهم بيحاولوا على كل كوره على الجون، لكن انا شايف اللي هو يعني والغيابات مؤثره بس بشكل كبير على واضح جدا الغيابات مؤثره ونص الملعب اللي هو كان بيعتمد عليه كابتن مختار خلال اللقاءات اللي طبعا كان فيه عاشور الادهم كان فارق، يعني عنده قدره دفاعيه والوحيد اللي بيقدر يكمل من تحت لقدام وبيشوط على الجون وبيساعد، بتحس ان في تواجد لخطوط متناسقه للاتحاد. لكن النهارده اللعب لا يعني اللعب عادي، يعني اللعب ما بتحسش ان في حاجه متقاله في الملعب النهارده. نعم. كابتن ضياء، يعني طلع الجيش حتى الان تعادل سلبي واضح، في شغل من محمد اشرف عبد القادر كما ذكرت، محمد اشرف عبد القادر مع خط الوسط، والناحيه الاخرى ما فيش غير خالد قمر وكاسونجو بس هم الواضحين بالنسبه لفريق الاتحاد، معهم محمد عادل عبد الفضيل على استحياء. يعني انت برضو كريم زياده في اللي انت قلت ان دول اللي واضحين يعني خالد قمر ظهر في وضوحه في انه ضيع فرصه ما تضيعش. نعم. وفي المقابل محمد اشرف الراس الحربه مش نص الملعب ضيع فرصه اسهل، يعني ايه اصعب شويه لكن تعتبر فرصه بالنسبه لي. زي ما انا قلت لك تغيير المدرب في طلائع الجيش مهم جدا ان يبقى في كنترول على اللعيبه جوه الملعب. لسه لحد دلوقتي العمليه فيها ما فيهاش انضباط شويه، وما فيهاش انضباط من حاله اللعيبه جوه الملعب وعصبيتهم الزياده عن اللزوم اللي موجوده جوه الملعب، بالاحتجاج على الحكم بشكل كبير جدا. في المقابل اللعب اقل بشكل كبير جدا من طلائع الجيش، يعني من اقل الاشواط اللي لعبها طلائع الجيش خلال ال8 ماتشات اللي فاتوا. بالنسبه للاتحاد، الاتحاد فرقه عندها 3 عناصر كانوا عاملين شكل التيم مش موجودين، عاشور ونور واحمد الشيخ احتياطي بالظبط. فدول عناصر مع فرقه من زي الاتحاد تفرق بشكل كبير جدا في اداء الفرقه، يعني بشكل كبير يفرق ان دول كانوا متثبتين وكان رتمهم عالي معلي الريتم التيم. كان في شخصيه بوجود قائد في نص الملعب اللي هو نور ومعاه عاشور، كان لما يبقى الجيم مقفول بيخلق فرص بالتسديدات بتاعته. احمد الشيخ كور ثابته، بلاي ميكر واسيست، عامل تقريبا نص جوان الاتحاد. فالثلاثه دول مش موجودين، علاوه على ظروف الاتحاد انه طالع من خساره